فشل ولا عزوف الناخبين معناها في الانتخابات التشريعية ردوا عديد الأسباب، لكن السبب الأساسي هو عدم اقتناع المواطنين بالمسار الانتخابي الذي فرضه قيس سعيد عبر القانون الانتخابي وعبر كل المناخ الانتخابي لفرضه رئيس الجمهورية، وهذا يعتبر فشل ذريع لمشروعه ومعناها انتكاسة كبيرة لتونس، لأن العملية الانتخابية مش عملية تقنية وإنما عملية سياسية اليوم حلت الباب على أزمة سياسية مفتوحة. ثم أزمة مشروعية وأزمة شرعية في البلاد، واليوم تونس تعيش أزمتين: أزمة مالية خانقة أثر تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والصعوبات في المالية العمومية، زادتها انفجار الوضع السياسي، فقدان الرئيس قيس سعيد المشروعية السياسية والبرلمان القادم لكل شرعية انتخابية، لأنه نسبة المشاركة ما تمكنش باش تكون عنده شرعية انتخابية.